الحلقة بتبدأ مع ليندا وهي واقفة في المحل، وأثناء ما هي بتتكلم مع واحدة صاحبتها بيدخلوا اتنين كمان صحابهم وبيعرفوهم إن هما انتقلوا لبيت جديد بس شكلهم هيسيبوه، وده بسبب إن في حاجة غريبة بتحصل في مواسير المية، زي أصوات غريبة والمية دايما بتنفجر من المواسير وبتغرق البيت كله ومش عارفين ايه سببها. وأثناء كلامهم بتتفاجأ ليندا بظهور شبح لبنت صغيرة وبتفضل تصرخ وبتقول ابعدوا عني، وشكلها كده جاي من البيت اللي صحاب ليندا عايشين فيه. وهنا ليندا بتبدأ تاخد خطوة وبتقول لصحابها أنا ممكن أساعدكم في البيت لأن جوزي بيفهم شوية في السباكة. وطبعا كلنا عارفين إنها عملت كده علشان تعرف إيه ورا حكاية البنت الصغيرة دي، لكن فجأة البنت بتظهر مرة تانية ولكن في ديكور المية اللي في المحل وبتطلب مساعدة من ليندا وكأنها بتغرق. بعدها بتروح ليندا مع أصحابها للبيت وبيجربوا يشغلوا المية، لكن الغريبة هنا إن المية بتشتغل عادي جدا ومفيش أي حاجة غريبة بتحصل. وبيستغربوا جدا أصحاب البيت لأن ده مش الطبيعي، لكن بيكملوا اليوم وليندا بتتمشى مع صاحبتها في البيت وبيتكلموا عن حياتهم. لكن فجأة وبدون مقدمات بيلاقوا البسين بتاع البيت بدأت المية بتاعته تعلق بدون سبب، وبتقول لها صاحبتها وقتها صدقتيني بقى أهو كل شوية الحركات دي وما نعرفش ايه سببها. وبتتفاجأ ليندا بظهور البنت الشبح مرة تانية قدامها، ولكن بتختفي من تاني وبيختفي معاها ضغط المية ومحدش فهم هي عايزة ايه بالظبط. لكن ليندا بتعدي الحوار ده وكأنها ما شافتش حاجة. وبعدها صاحبتها بتعزمها هي وجوزها ان هما يسهروا كلهم سوا في البيت، وبتوافق ليندا وبترجع بيتها علشان تجهز هي وجوزها وبيروحوا لبيت صاحبهم. وهناك بتحس ليندا بروح الشبح بتتحرك حواليها وبتفضل تدور بعينيها في كل ركن، وبتحس صاحبة البيت بإنها مش مركزة معاهم، لكن جوزها بيفوقها لنفسها وبتشغل لهم صاحبتها موسيقى. ولكن وقتها شبح البنت بيظهر وبيقرب من صاحبة البيت وبتبص ليندا وبتطلب منها إنها تخليها تقفل الموسيقى دي، وبعدها بيبدأ الرعب يشتغل. فجأة النور بيقطع عليهم وحنفيات البيت كلها بتنفجر والدنيا بتتغرق، وبيحاولوا الرجالة يملوا البانيو لكن مفيش فايدة. وقتها ليندا تستغل الفرصة وبتدور على الشبح، ولما بتشوفها بتقول لها انت بتعملي فيهم كده ليه؟ فبتتعصب البنت وبتقول لها ان امها نايمة في الأوضة ولازم البيت يكون هادي. بس ليندا بتفهمها ان مفيش حد في البيت هنا غيرها. وقتها البنت بتبدأ تصرخ لحد ما بتختفي، وبعد كده بترجع ليندا لاصحابها اللي بيعتذروا منها على الموقف اللي حصل، لكن من ساعة ما وصلوا هما بيعانوا. واثناء كلامهم بيلاحظوا ان في ولد صغير بيراقبهم، واول ما بيحس ان هما شافوه بيهرب بسرعة من البيت ومحدش فيهم بيلحق يعرف هو مين ده. ترجع ليندا على البيت وبتاخد دش تهدي اعصابها، لكن فجأة بتظهر البنت جوه البانيو وبتحاول تخنق ليندا وبتطلب منها انها تخلي اصحابها يخرجوا من البيت علشان بيزعجوا امها. وواضح كده ان شبح البنت دي بيكون مؤذي ومش مدرك انه شبح اصلا، لكن ليندا مش بتسكت وتاني يوم بتروح شغلها وبتدور على اللي كانوا ساكنين قبل كده في بيت صحابهم، وبتعرف ان البنت الصغيره دي عندها 6 سنين وماتت في البسين بتاع بيتهم. وبتستنتج ليندا ان الطفل اللي شافته امبارح اكيد اخو الشبح وفي نفس عمرها. طب يا ترى ايه اللي حصل وليه سابوا البنت في البسين من غير ما يراقبوها؟ لكن واضح ان الام ما كانتش موجوده، لان دايما شبح البنت بتفضل تردد ان امها نايمه في الاوضه، معنى كده انها ما كانتش موجوده معاها وقت وفاتها. فبتقرر ليندا هي وجوزها ان هم يعملوا خطه وبيروحوا على بيت صاحبتهم مره تانية بحجه ان جوزها هيصلح السباكه. اما ليندا بتفضل تتمشى في البيت علشان تظهر لها البنت الشبح، وفعلا ما بيعديش شويه كتير والبنت بتظهر وبتطلب من ليندا انها تبعد عن اوضه امها علشان ما تصحاش. بس ليندا بتفضل تقنعها ان مفيش حد في الاوضه وبتقرر انها تطلع علشان تثبت لها كلامها. لكن وقتها البنت بتتعصب ومن عصبيتها الكهرباء اللي في البيت كلها بتقفل، فبتطلع صاحبة ليندا تشوفها. ووقتها طبعا ليندا بتتكسف وبتقول ان جوزها ابعدها علشان تشوف الحمام اللي في الاوضه شغال كويس ولا لا، وبيخلصوا وبيمشوا من البيت بسرعه. لكن في الوقت ده بتكون ليندا قدرت توصل لعنوان اهل البنت الشبح وبتروح تقابل امها وبتقول لها ان في ناس جديده انتقلت للبيت بتاعكم القديم، وبتعرفها ان روح بنتها لسه متعلقه في البيت على اساس ان هم لسه ساكنين هناك وانك لسه نايمه في الاوضه اللي فوق. وطبعا الام ما بتكونش مصدقه الكلام ده، وبتعرف ليندا انها ما صدقت تبدا تتعافى من صدمه فقدان بنتها وبتطرد ليندا بشياكه من المحل. لكن لما ليندا بتخرج بتشوف الاخ الصغير للبنت الشبح وبيعترف لها ان هو كمان شاف اخته بعد ما ماتت على طول. وقتها كانت الاسعاف والشرطه
حتى أهله ملبوخين في الجثة، لكن هي ظهرت له وهي قاعدة على البسين، وواضح كده إنها ما استوعبتش إنها ماتت، وكل الأكشن ده بيدور حواليها. فبتسأله ليندا فين أبوه من بعد الحادثة، فبيعرفها الواد إنه اتجوز وخلف وعاش حياة تانية بعيد عنهم، وبيقول الولد إنه متأكد إن أخته لسه في البيت وهو حابب يعتذر لها. فبتستغرب ليندا وبتسأله تعتذر لها على إيه، لكن وقتها الواد بيرفض يتكلم وبيسيبها وبيجي. وعلى بالليل بنشوف أصحاب ليندا وهما سهرانين في البيت، لكن فجأة بيسمعوا أصوات غريبة جاية من بره، وكأن حد بيصرخ بصوت عالي. فبيخرجوا علشان يعرفوا الأصوات دي مصدرها إيه، وبيتفاجئوا بخطوات رجلين صغيرة محفورة في الأرض، ولما بيمشوا وراه بيتفاجئوا بمنظر غريب قدامهم، وإن البسين بتاعهم مقلوب وكل حاجة حواليه عمالة تخبط وترزع وتترمى جواه. تاني يوم بتكون ليندا في المحل بتاعها وصاحبتها بتتكلم معاها، لكن بتتفاجأ بوجود أخو البنت الشبح مرة تانية مستنيها بره المحل. فبتجري بسرعة وبتسأله الحكاية بالظبط، وبيبدأ الولد يعترف لها إن اليوم ده أمه كانت نايمة في أوضتها وأبوه في الشغل، وهو كان بيلعب البلاي ستيشن، وأخته طلبت منه يلعب معاها بره، لكن هو كرف لها. ووقتها البنت هددته إنها تقول لأمها، بس هو عرفها إن لو أمها صحت بسببها هتبهدلها. فبتقرر البنت إنها تخرج تلعب لوحدها، ووقتها للأسف البنت ما قدرتش تمسك نفسها وسقطت للعمق تحت وغرقت، واخوها خرج وفضل يصرخ لحد ما اهله اتجمعوا. وبيطلب الولد من ليندا انه يروح معاه للبيت علشان يشوف اخته مره تانية ويعتذر لها، وفعلا بيروحوا لهناك وبيقدروا يفتحوا البيت، لان الولد بيكون معاه نسخه من المفاتيح. واول ما بيدخلوا من الباب البنت بتنادي على اخوها، لكن هو المره دي مش بيكون شايفها ولا سامعها. وبتبدا ليندا تحكي ليها الحقيقه، وانها لما كانت بتلعب عند البسين للاسف وقعت وماتت، لكن البنت ما بتكونش مصدقه وبتقول لها انها كانت بتلعب ونامت على نفسها في البسين، وانها هتفضل مستنيه باباها ومامتها يرجعوا البيت علشان يحكوا لها حدوته. لكن اثناء ما هما بيتكلموا بتدخل صاحبه ليندا وبتتفاجئ ان هما في البيت، فبتقول لهم انتوا دخلتوا هنا ازاي. وبتبقى ليندا في نص هدومها من الموقف، فبتخترع ليندا قصه وبتعرفها ان الولد الصغير ده كان ساكن قبلهم في البيت هو وعيلته، وكان جاي علشان يرجع لهم المفتاح. وبتخرج هي والولد من البيت وبتعرفه انه علشان روح اخته تتحرر لازم ابوه يرجع البيت ويحكي لها حدوته، لان دي امنيتها الاخيره. طبعا الولد بيعرفها ان ده صعب لان ابوه بقى عنده عيلته ويعتبر ما بقاش بيشوفه خالص، لكن ليندا بتحكي له حكايتها وان ابوها سابها وهي صغيره وكان يا دوب بيجي يشوفها زيارات. بتطلب منه انه يحاول يتواصل مع ابوه من تاني ويرجع يصلح علاقته بيه لان ملوش غيره، لكن الولد بيعتذر منها وبيقول لها انه رايح علشان يشوف امه زمانها بتدور عليه. فبترجع ليندا على بيتها وبتلبس السلسله اللي ابوها كان جايبها لها وهي صغيره علشان تفضل فاكره دايما، وبتفضل تفكر طول الليل تعمل ايه علشان تلحق تساعد البنت. وبتوصل لخطه، وتاني يوم بتقدر ليندا تجيب عنوان المكان اللي بيشتغل فيه ابو البنت الشبح، وبتروح له على الشغل على طول وبتحكي له الحكايه كلها، وان ابنه حاسس بالذنب لان هو بعيد عنه ومفكر انه بيلوم على موت اخته، لكن الاب بينكر كل ده وبيعرفها انه بيحب اولاده جدا، لكن ابنه فجاه هو اللي بعيد عنه. وقتها ليندا بتعرفه ان روح بنته لسه متعلقه في البيت وهي محتاجه مساعدته هو وامها علشان يقدروا يحرروها، لكن الاب ما بيكونش مقتنع بالهبل اللي هي بتقوله وبيطلب منها تاخد بعضها وتمشي، ولو شافت ابنه تعرفه انه بيحبه وهيكون موجود دايما وقت ما يطلبه. بعدها ليندا بتكون رايحه على المحل وبالصدفه بتقابل صاحبتها اللي مأجره البيت لاصحابها التانيين، وبتعرفها ان الموقف اللي حصل امبارح في البيت كان مضايق صاحبتها جدا لان هما دخلوا البيت بدون اذنها. وقتها ليندا بتقرر تطلب منها انها تساعدها عن طريق انها تعطل صاحبتها وجوزها باي شكل ان هما يروحوا بدري على بيتهم، لان في حاجه هتعملها تخليهم بعد كده هيعيشوا مرتاحين في البيت. وطبعا صاحبتها بتصدقها وبتوافق على الخطه، وعلى طول بتروح ليندا بعدها على المحل بتاع ام البنت وبتحطها في امر واقع ان لازم يروحوا كلهم للبيت علشان بنتهم تتواصل معاها وروحها تتحرر، لانها مستنيه بقالها كتير وروحها بتتعذب، وغير انها بتعذب غيرها ولازم تلحق تحررها قبل ما فرصتها تروح. فبتبدا الست تتعصب عليها لانها بتلعب على اعصابهم وبتضحك على عقل ابنها بشويه كلام كدب، لكن بيدخل ابنها وبيقول لها كفايه كده انت لازم تصدقيها لان دي الحقيقه، وان هو كمان شاف اخته وعارف انها بتتعذب. ووقتها الام بتضطر انها تسمع كلام ابنها، والولد بيبعت رساله لابوه انه لازم يجي يشوفهم ضروري، وفعلا بيتجمعوا كلهم عند البيت وبيسلموا على بعض. ولما بيدخلوا البنت بتجري على ابوها وبتنادي عليه، لكن ليندا بتفكرها ان هي بس اللي هتقدر تسمعها وتشوفها،
وهتوصل لهم رسالتها. ووقتها أخوها بيطلب من ليندا إنها تبلغها إنه آسف لإنه سابها تغرق، لكن أخته بتفاجئه إنه ما سابهاش، ده هو نزل وراها على طول البسين وحاول إنه ينقذها، لكن هي ما قدرتش تتوازن وكانت بتغرقه معاها لحد ما كانوا الاتنين هيفقدوا حياتهم. لكن قدر أخوها إن هو اللي يطلع وهي فقدت وعيها وغرقت، بس هي مسامحاه. وبيتفاجأ الأب من اللي بيسمعه لأنه عرف إن ابنه مظلوم وفعلا حاول يساعد أخته. وبتطلب البنت من أبوها إنه يسامحها، ووقتها الأب بينهار وبيعرفها إنه مش زعلان من أخوها، هو بس كان متضايق لأنه دمر عيلته وما قدرش يحافظ عليهم من بعد اللي حصل. وكمان الأم بتعترف إنها رمت اللوم على أبوهم وهي كمان غلطانة لأنها ما حاولتش تصلح علاقتهم، وفضلت حابسة نفسها في أوضتها. والعيلة كلها بتسامح بعض وبتتصافى قدام البنت. والآخر مرة أبوها بيحقق أمنيتها وبيقرا لها الحدوتة، وهنا بيظهر النور للبنت وبتروح تعتذر لأخوها لأنها سببت له مشاكل بدون قصد. وأخيرا روحها بتتحرر بعد ما قدرت إنها تصالح أهلها على بعض، وبيحسوا العيلة كلها بروح بنتهم وهي بتتحرر وسعيدة. وبتنتهي حكاية البنت الشبح. بعدها ليندا بتكون معزومة في بيت صاحبتها وبتعترف لصاحبتها عن سبب اللي كان بيحصل في البيت، وبتشكرها صاحبتها هي كمان لأنها فكرت في مصلحتهم وقدرت تساعد الطرفين. ولحد هنا بتخلص حلقتنا، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة الجديدة. سلام.